السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. النهارده بقى صحينا من النوم على خبر منتشر بغباء على الميديا كلها، وهو انتشار لصور لمفاعل نووي جنب مفاعل دايمون. وهنا بقى انت قدام سؤال مهم جدا، ايه اللي بتخفيه او ايه اللي بيحصل في الاماكن دي او المواقع دي؟ بعض الخبراء في تحليلاتهم قالوا ان المكان ده او المفاعل ده هو مفاعل الماء الثقيل الخاص بالبلاتينيوم، وبعض الخبراء التانيين قالوا ان هو قد يكون موقع لتجميع الرؤوس النووية. لكن مفيش كلام واضح من الخبراء ايه اللي بيحصل في الاماكن دي والمواقع دي، لان اسرائيل انتوا عارفين ان هي بتتبع الغموض النووي. هو ممكن في حالات نادرة يطلع لك صورة، لكن ما يقولكش التفاصيل الكاملة حول الأماكن دي. بالبلدي كده ماشيين باستراتيجية شوق ولا تدوق. بس هنا في حاجة لازم كلنا ناخد بالنا منها، وده تحليل الشخص. إسرائيل في العموم بتمنع أي صور للمفاعلات النووية بتاعتها، أو أي صور أو أي تفاصيل تخص المفاعلات النووية بتاعتها. لا، وبتعاقب أي جريدة داخلية في إسرائيل إن هي تنشر معلومات حول الموضوع ده. ليه بقى في الوقت ده بالتحديد إسرائيل مبسوطة جدا وفرحانة من ان الصور دي منتشرة في كل مكان على الانترنت؟ وليه بنشوف الكلام ده في الوقت ده بالتحديد؟ لا، وكمان في صحف كبيرة زي يدعوت احرنوت، تقريبا كل الصحف اللي في اسرائيل. يلا، ما هيبقى فرح العمدة. بس خليني اقول لك بقى ان الغرض من الرسالة دي بالتحديد هو مصر، رسالة تخويف وترهيب للجيش المصري او للمصريين بشكل عام، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان مصر ربنا يحفظها عندها جيش قوي جدا 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 في المنطقة.